صباح الخير يا شباب، أسعد الله جميع أوقاتكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه هي نصيحة للشباب الذي يدخل من اليمن إلى خارج اليمن بطريقة غير نظامية عبر الحدود والجبال، والذي يموت في الطرقات وفي الجبال وفي الوديان هذا هو أكبر منكر. يجب علينا النصيحة فيما بيننا. والله يا إخواني، الشباب كملوا بالحدود، الشباب كملوا في الطرقات، الشباب انتهوا في الوديان. يا أخي لا تخاطر بنفسك، الله تعالى قال: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. يا أخي نفسك لا تقتليش، خلفك أم، خلفك أبو، زوجة وأولاد ينتظروا عودتك. المشكلة إن تأكلك الذئاب والسباع، ما حد عارف أين أنت. فنصيحة مني يا أخي، إن كان معك تأشيرة تدخل تترزق الله، ما معك تأشيرة لا تدخل تحت الشبك، لا تدخل من الجبال، لا تسافر عبر الحدود غير شرعية. والله إني لكم من الناصحين، قسما بالله إني لكم من الناصحين. الكلاب والذئاب والنسور والطيور شبعين بطونهم من لحوم اليمنيين. اتقوا الله بأنفسكم. والمشكلة إنهم فوق هذا كله يمشوا ما عندوش أي إثبات، لا جواز، لا بطاقة، لا ولا تعريف ولا شيء. فلذلك لا تخاطروا بأنفسكم. صح إن اليمن هالكة تماما، لكن لا تهلك نفسك. تحياتي لكم.